اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. واولى فقراتنا الحواريه. اولى فقراتنا الحواريه مع واحد من قناصين الكره المصريه، واحد من نجوم التهديف في الدوري المصري والمنتخب المصري، ودايما معروف عنه انه قناص ويعني برجله ماشي بدماغه ماشي يعني، وحتى في كلامه بياخدها برضو فيرست تايم. هتستمتعوا بحوار مميز جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي والمنتخب المصري، واحد من نجوم الكره المصريه، كابتن محمد فاروق. منورنا يا كابتن. يا ربنا يخليك، طبعا سعيد بوجودي معاك ومتالق دايما. متشكر طبعا على الكلام اللي بتقوله، ولكن طبعا انت اللي قناص كلام بقى حبيبي يا انت اللي قناص كلام. البدايه نبدا منين يا كابتن؟ حابب نبدا منين؟ يعني شوف انت الحوار كان انت في دماغك ازاي وانا معاك في اي حاجه. انا حابب ابدا من مباراه الاهلي بالامس امام يانج افريكانز. النادي الاهلي قدم مباراه مميزه جدا، احرز هدفين، هدف ليه وهدف عليه بخطا طبعا صحيح من احمد حجازي، ولكن الشكل حلو، الاداء حلو. تحس ان المدير الفني حط ايده كده على امكانيات اللعيبه. هدف اول جاي من جمله رائعه، الجماهير كلها بتقول لك يا ده احنا كان لازم نكسب هناك، ولكن في الاخر التعادل الايجابي بهدف اعتقد برضه نتيجه مش سيئه. بص، انا اللي لافت نظري الحمد لله يا هاب يمكن ان في هدوء بشكل كبير جدا في فريق كره القدم بقاله فتره في النادي الاهلي، عكس قبل كده. لو كنا نتذكر فتره سابقه كانت الامور تحس انها مش مستقره، سواء من الجمهور، سواء من الفريق الكوره، سواء من مجلس اداره، من خلال كان في بعض اللعيبه اللي كان الفريق محتاجها ومجلس اداره وفرها في التوقيت الحالي. فالامور الى حد ما انا حاسس ان في هدوء، وده منعكس بشكل كبير كمان على فريق الكوره. يعني طبعا مع جهاز فني. اما نيجي نتكلم مارتن يولا اللي هو من افضل المدربين اللي على تاريخ الكره حتى الان، يعني من الناس موجود دلوقتي في النادي الاهلي، فده حاجه جيده جدا. كابتن سالم حفيظ، كابتن عظيمه، كل الموجودين في الفريق الكره، كابتن عزيز عفيفي طبعا على راس القطاع الكره، يعني طبعا كابتن عرابي طبعا. يعني جهاز انا شايف ان هو لحد ما مدي الاستقرار بشكل كبير لفريق الكوره. يمكن انا امبارح المباراه شفتها بشكل انا كنت طبعا كاهلاوي كنت احب ان الحفاظ على الهدف ده يبقى موجود بدون ان يبقى فيك يخش فيك هدف، ولكن طبعا انت معرض. يعني كانت هتفرق كتير قوي ان انت لو فضلت كسبان واحرزت هدف تاني. كان خلي بالك الجون جه في الدقيقه 11 لعمرو جمال، الدقيقه 19 الهدف التعادل. فبالتالي كان لو كنت يعني حصل تماسك بشكل كبير كان ممكن الامور تمشي بشكل احسن، ولكن زي ما بقول لك كده النتيجه تعتبر ايجابيه بشكل كبير. الفريق التنزاني كان يعني برضو مش فريسه سهله زي ما كنا ممكن حد يتخيل، لا هو فريق قوي، والحمد لله ان نتيجه زي كده انت خدتها بره ارضك. اعتقد ان الامور هتختلف كتير هنا في القاهره او في برج العرب ان شاء الله، يعني مع الجمهور، ودي حاجه جيده جدا. وجود جماهير شفناها حتى في مباراه الزمالك امس امبارح، كانت حاجه حلوه بصراحه. طول ما دام في التزام يا كابتن ايهاب بالضوابط ان انت جاي تشجع فريقك بدون اي تجاوزات، اعتقد ان الانعكاس بشكل المباراه سواء بقى كسبان او خسران بالزبط. بيبقى شكل جميل، وده اللي احنا عايزينه. يعني انت لو بتتكلم ان في جمهور عايز يخش فعلا الاستادات تاني ويأذر الفريق، خلي بالك انا واحد من الناس مثلا رحت مباراه مصر ونيجيريا، الاستمتاع كله. يعني انا كنت لعيب كوره، يعني ما كنتش متخيل ان انت لما بتروح وتشجع بشكل جيد وبشكل ظريف الاستمتاع تعتبر فسحه. فعلا انا دلوقتي بحس بالناس بره في اوروبا لما بيروحوا بيتشيكوا وبيقعدوا، لا فسحه فعلا، بيبقى يوم جميل، بيبقى انت واصحابك او انت وعيلتك حاجه جميله. فامبارح كان يوم ظريف جدا. نيجيريا حافظت على الشياكه لغايه ما تخش جوه ولا لا بص، هو خلي بالك انا رحت الساعه 6، فالساعه 6 دي كان تقريبا خلاص الاستاد اتملى وكان في وقت من الأوقات خلاص بقى دخلوا كل الناس، انت فاهم. فالمكان اللي انا كنت قاعد فيه ما اتاخد يعني، فاهم. انا برضو مره ضربت الشيكه ورحت مباراه السنغال ومقصوره وبتاع، نطيت السور يعني رفعونا كده ودخل من على السور وبتاع، السور المقصوره. لا انا اتزقيت، يعني اتزقينا خلي بالك، وصلت قوه الدفع يعني. ده وصلنا. بس ده حاجه كويسه يعني، بس اتمنى ان يعني برضو خلي بالك يبقى في نظام اكتر في بالك لما بيحصل مشكله بتبقى. عمرو جمال طبعا اولها يعني عدم النظام. طبعا عمرو هداف، وانت بقى تتكلم على الهدافين. لا عمرو ما شاء الله حتى من قبل الاصابه يعني واضح ان هو لعيب مستقبل الاهلي ومستقبل مصر، وده يمكن
لما حصل الاصابه دي افتقدناه في منتخبنا، وكان في مشكله يعني كان باسم موجود ولكن لما منتخب مصر يعتمد على فرد واحد دي بتبقى حاجه صعبه طبعا. لكن لما يبقى عندك عمرو، عندك باسم، عندك مروان، عندك احمد حسن مكي، عندك كوكا كمان، ده كده يبقى عندك الفرايتي بحيث ان يبقى عندك كذا واحد تقدر تستخدمه بشكل جيد في اوقات معينه على حسب طريقه لعبك. فبالتالي عمرو ما شاء الله عليه يعني ماشي بشكل كويس. الاهداف او هدف زي كده هو بقى له فتره مثلا بينزل كل 10 دقايق، ما بيلعبش كستاندنج. النهارده او امبارح لعب بشكل اساسي مع الفريق، كون هو ينزل ويحرز هدف اعتقد دفعه معنويه ليه كبيره، يا رب ان شاء الله يستفاد منها مع الفريق الاهلي، وفي نفس الوقت يستفاد مع منتخبنا يبقى موجود بشكل جيد ان شاء الله يعني. عمرو جمال مباراة الأمس بداية يعني بادئ في التشكيل كده. آخر ترتيب عند مارتن يول للمهاجمين عمرو قبل إيفون، يعني بص ولا كل مباراة وليها ظروف؟ بص انا دايما بشوف ان في طريقه لعب او فريق قدامك كمدير فني بيقدر يحط او يرتب فريقه. يعني في مدرب مثلا في فرقه قدامك مثلا دفاعاتها ضعيفه او بطاء في الحته الدفاعيه، يبقى انت محتاج لعيب مثلا عنده القدرات او السرعه بتاعته تبقى عاليه، فانت بتحط واحد زي ايفون. عندك واحد فريق الكرات العرضيه بتاعته بشكل ما ضعيف، وعندك يبقى لازم تحط واحد زي عمرو جمال بيعرف يلعب بدماغه بشكل جيد. في اوقات بقى بتقدر تلعب بالاثنين على حسب برضو خطه لعبك اللي انت بتفكر فيها، زي اخر 10 دقائق مثلا. صحيح، دي بتبقى تطوير للاداء الهجومي اثناء المباراه، وده مستر مارتن يول عمله قبل كده. اتعامل مع فريق يعني كابتن عزيز عبد الشافي كان اشتغل عليها في مباراه من البدايه، وقبل كده اشتغل برضو في مباراه لعب واحد ولعب باثنين بعد كده. لكن انا بشوف ان وجود عمرو جمال وايفونا وجون انطوي وعماد متعب طبعا، عشان طبعا النجم الكبير عماد متعب، دي حاجه كويسه قوي لفريق النادي الاهلي. وانا بقول لك انا شايف ان في استقرار في الخطوط الثلاثه اللي موجوده للنادي الاهلي، بما فيهم طبعا سواء بقى شريف اكرامي او احمد عادل. صراحه لما بيبقوا موجودين كل واحد فيهم بيشيل الفريق، وده حاجه جميله جدا. فبالتالي الهدوء اللي موجود والوفره من اللاعبين في كل خط دي مخليه النادي الاهلي الى حد ما دلوقتي متصدر الدوري، واللقب ابتدى يبقى موجود بشكل كبير في الجزيره، ودي حاجه كويسه. بتقترب كمان من دوري المجموعات في بطوله افريقيا، دي حاجه جيده جدا، يا رب نمشي عليها. ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك برضو اللي كسب امبارح مباراه جيده، وفريق قوي زي مولوديه بجايه، يا رب ان شاء الله التوفيق. واحنا عايزين يعني يعني بص، اما تيجي تبص كده لمصلحه الكوره، ان انت عايز في بطوله افريقيا اهلي وزمالك يكونوا موجودين قدام بعض ويلعبوا بعض طبعا. تسويقيا وللكره المصريه شهره، وكل الناس بتتفرج على الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك، ما بالك بقى ما تبقى في افريقيا بتبقى عامله ازاي. كابتن محمد، يمكن احمد فتحي وتواجده في وسط الملعب في مباراه زي مباراه الامس والاداء، الفتره الجايه هنشوف هل احمد فتحي موجود برضه في وسط الملعب، محمد هاني يمين، ولا يعود حسام عاشور ويرجع احمد فتحي ناحيه اليمين؟ بص، هو وجود احمد فتحي امبارح اكد لي ان مستر مارتن على حسب اداء اللعيب في التمرين وفي المباراه. يعني حسام عاشور رجع تمام، ده المفروض ان هو الستاندنج بتاع المكان ده، وهو افضل واحد بيقوم بالدور ده بقاله سنين طويله. فكون ان احمد فتحي يشترك امبارح ويدل ان الكام ماتش اللي قبله هو كان في اعلى مستوياته ما شاء الله، واحرز هدفين في مباراه الشرطه في المكان ده. فبالتالي لا، هو اشتغل كويس. فمستر مارتن التفكير بتاعه في اختياراته للاعبين ده بيدل على ان هو لا بيختار من خلال المباريات واداء اللعيب، مش عشان اللعيب هو فضل حياته في الجزئيه دي فيبتدي يلعب. لا هو احمد فتحي ماشي كويس. محمد هاني كمان، يعني خلي بالك اللي يساعد احمد فتحي وجوده في قلب الملعب محمد هاني، لان لو محمد هاني بيأدي الدور بتاعه في الباك رايت على اكمل وجه، فبالتالي ده بيأدي الدور في نص الملعب كويس، وده بيأدي الدور بتاعه في الناحيه اليمين بشكل كويس. فبالتالي هم بيكملوا بعض. فيعني هي جزء متكامل ايهاب. واحمد فتحي ما شاء الله يعني بيدي كمان الحريه لحسام غالي لو هو عنده القدره ان هو يطلع
للجزء الامامي بيطلعوا بشكل كويس. وهو كمان يعني لما تيجي تبص ان هو يحرز هدفين ده حاجه جميله جدا، بيفيد الجزء الامامي سواء بقى مع رمضان صبحي ومؤمن وعبد الله السعيد او مع الفرود اللي بيبقى موجود. فبالتالي ده حاجه جميله جدا ان يبقى عندك لعيب برضه، لان انت كنت بيبقى عندك نقص في حته حسام عاشور دي بتعاني منها، بتبقى مشكله كبيره، ولكن احمد فتحي عوضها بشكله وادائه اللي احنا شفناه في المباريات السابقه يعني. قال ان شاء الله يوم الجمعه عنده انبي، بعد يوم 20 عنده لقاء العوده امام يانج افريكانز. شايف العوده ازاي؟ شايف ان المباراه هتكون خلاص سهله في برج العرب، ولا مباراه برضه هتكون برضه صعبه شويه؟ خلينا نتكلم بقى على مباراه انبي يعني. تمام. انت هتلاعب فريق قوي يعني، فريق ليه اسم، ليه عنده لعيبه قويه، وانت بترجع بقى لحته الدوري المصري قبل ما تخوض التجربه او المرحله الاخيره قبل ما تروح دوري المجموعات ان شاء الله، ده اللي احنا نتمناه. الانبي يمكن بيشارك دلوقتي في بطوله بالظبط، هو تقريبا مغلوب 2-0 يعني. نتمنى الامور ما تزيدش عن كده عشان يقدر يعوض هنا في القاهره. فانت بتعود للدوري المصري. الدوري المصري لازم تحافظ بغض النظر انت في الفرق ما بينك وما بين نادي الزمالك تقريبا 9 نقاط او 10 نقاط، انا مش متذكر، ولكن 9 نقاط مظبوط. فبالتالي انت عايز تحافظ. فمباراه قويه زي انبي لو حصل فيها حاجه لازم يعني اكيد انت بتقرب من المنافس بتاعك، فبالتالي لازم التركيز عليها. يعني انا اعتقد ان هم الفريق وصل النهارده، بكره هيتمرن. التركيز كله بيطفي صفحه الفريق التنزاني ويبتدي يشتغل على الجزء المصري او المحلي لغايه لما ينتهي منه، او خلاص زي ما بقول لك ايه، احنا بنفكر الماتش بماتشه، مش بنفكر احنا نعمل ايه المباراه تنزانيا. لا، انت بتفكر انت الدوري المصري عندك مباراه قويه، عندك مباراه مهمه جدا لازم تاخد ال3 نقاط فيها، بالتالي تخلصها وبتبتدي تفكر في مباراه يانج افريكانز التنزاني اللي انا شايفها ان شاء الله بامر الله مباراه هتبقى مع ملعب زي اللي احنا شفناه برج العرب، ملعب هايل، ارضيه ساعته كويسه جدا، بيشيلوا. شوف انا ما اعرفش العدد اللي هيبقى كام، ما اعرفش. هو طبعا انت بتاخد نسبه وتناسب، يعني انت بتتكلم في 9000 8000 ده الرسمي. والمفروض بترو سبورت امبارح كان 3000. بترو سبورت امبارح تقريبا الساعه الرسميه. انا شايف اكتر من كده، لا شايف اكتر من كده عامه يعني. طبعا مجرد ان انت بس بصراحه الواحد مبسوط بدخول الجماهير يعني. في جمهور امبارح الزمالك كمان كان يعني كان مثالي في المباراه، ودخل وهتف وشجع فرقته. فبالتالي كل الجماهير لما بترجع الشكل يبقى محترم او الشكل يبقى حلو، فرق بتستفيد. اللعيبه في الملعب امبارح الزمالك المباراه كانت صعبه جدا، قدر يجيب هدفين. يعني الجمهور ليه عامل السحر كمان لما الجمهور يكون ملتزم تشجيع فرقته. طبعا يا انت بتتكلم يعني، هكلمك بمنتهى انا واحد لاعب كوره يعني فاهم. فبالتالي لما تيجي تحس بالصوت بتاع الجمهور بتاعك وانت بتسخن، اولا وانت بتسخن دي حاجه يعني قوه دفع غير طبيعيه، الباور كله قوه دفع غير طبيعيه. لما اللعيب ياخدها في البدايه وبينزل ومباراه يعتبر في البدايه، انت يعني احنا دايما بنفكر في ايه، ان انا اخلص المباراه من الاول. فريق كبير زي نادي الزمالك والاهلي عايز يخلص المباراه من الاول، مع كمان فريق منافس. خلي بالك يعني المنافسه قويه ما بيننا دايما وما بين دول شمال افريقيا طبعا بشكل كبير، دي منافسه شريفه ما نقدرش نتكلم فيها. بالتالي وفريق قوي. احنا السنه اللي فاتت شفنا الدوري الجزائري من الاول للاخير كان بيبقى فرق 8 نقاط ولا 9 نقاط. فبالتالي انت بتشوف اي فرقه هتقابلها من الدوري الجزائري او الفرق الجزائريه فرق قويه. فبالتالي امبارح نادي الزمالك لعب مباراه جيده مع فريق قوي، والمكسب ده فعلا حاجه تتحسب له وتتحسب لجمهوره اللي كان ملتزم بشكل كبير جدا. احنا نتمنى ان شاء الله ان جمهور الاهلي يبقى على قد المسؤوليه، شجع بشكل كبير. انا عارف طبعا ان زي ما انت قلت كده ساعه الاستاد ممكن تبقى نسبه وتناسب، تبقى اكتر من كده، ممكن نخش له في 15 20000 30000. ده اللي نتمناه، يبقى فيه التزام، فيه تشجيع للفريق في اسوأ، حتى في اسوأ الحالات لازم احنا رايحين نستمتع باللعيبه النجوم اللي موجودين دول كلهم اللي بيمثلوا مصر في منتخب مصر، ونشجعهم ان فعلا وصول ان شاء الله النادي الاهلي لدوري المجموعات هتبقى خطوه ان شاء الله للحصول الاهلي على بطوله افريقيا المفضله زي ما انت كنت تفضلت وقلت في المقدمه، المفضله فعلا لفريق الاهلي في الفتره اللي فاتت. فبالتالي احنا يعني ده اللي احنا نتمناه، تبقى مباراه قويه. واعتقد ان فريق يعني مش وحش، فريق كويس طبعا، بدليل ان احنا شفناه يعني يمكن اخر ثلث ساعه كان هو بيحاول يحرز هدف الفوز، ولكن طبعا احنا الحمد لله يعني عرفنا نحافظ على التعادل. واعتقد التعادل ايجابي فريق يعني ده هيفرق معانا هنا في القاهره بشكل كبير. كابتن محمد، الثبات اللي حضرتك قلت عليه من جهاز فني من اللاعبين في المرحله اللي فاتت
منعكس على الاداء الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي قطع مشوار حلو في مسابقه الدوري، المسابقه لسه ما اتحسمتش ولكن فرق 9 نقاط. يعني في دوري الابطال ماشي بشكل كويس، ذهاب دور ال 16 نتيجه تعادل طبعا 1-1 رغم ان في هدف بالنيران صديقه زي ما بيقولوا. فبالتالي بتحط برضو ان شاء الله يا رب تحط رجلك في دوري المجموعات. طبعا البعثه وهي راجعه النهارده ده اللي على ثابتهم يعني طبعا. يعني هو ايهاب النقطه في ايه؟ انت دلوقتي الخطى الثابته دي انت عندك تارجت معين. زي ما قلت لك كده في بدايه الحلقه وفي كلامنا ان احنا كان عندنا عدم استقرار، او الاهلي كان عنده جزء في عدم الاستقرار في حته حتى ثبات التشكيل. مظبوط. يعني كان عندك مشكله في حته انت تحط مين يفضل موجود باستمرار. اللعيبه عندك نواقص في مناطق معينه في الفريق، انت حلتها بشكل كبير، وبالتالي حصل جزئيه الاستقرار، وده انعكس. خصوصا كان عندك جزئيه قلب الملعب عندك مشكله فيها، حلها بشكل كبير وجود رامي ووجود احمد حجازي، بغض النظر عن الهدف اللي احرز في مرمانا، ولكن طبعا ده اخطاء لكن بتحصل. في بعض الاخطاء لسه دفاعيه كده. ايه؟ في بعض الاخطاء دفاعيه لسه. لا بص، ما الاخطاء الدفاعيه دي بعيدا عن القلشه والكلام ده هتفضل موجوده، ولكن هي هنتكلم على الكوره في مصر، اخطاء متكرره ومش موجوده في النادي الاهلي وبنفس، يعني هي موجوده بنفس الشكل في الزمالك، في انبي، في المقصه. هي محتاجه وقت كبير جدا، او يكون مدرب كبير زي مستر مارتن يول يقعد وقت مع الفريق بحيث ان هو يبتدي يصلح الاخطاء دي. يعني خلي بالك انا كنت اتمنى ان مستر مارتن يول يبقى عنده اطلاع اكتر كمان على اخطاء الناشئين، لان الموضوع الاخطاء دي يا ايهاب بتتصلح، او الوقفه او التمركز، او ازاي لما اللعيب يبقى بيهاجم انت تعمل كفرنج لزميلك ازاي. كل الحاجات دي بتبتدي من صغرك. فانا كنت اتمنى وجود مستر مارتن كمان بحجمه وخبراته الكبيره جدا اطلاع، ويبقى عنده خطه ورؤيه كمان لاخطاء الناشئين عندنا في النادي الاهلي، عشان الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها دي ازاي تعالج اخطاء موجوده في الكره المصريه وخصوصا في خط الدفاع. وده احنا شفناه حتى كمان بالظبط. يعني. نقطه مهمه، وده الدور اكيد اللي هيقوم بيه الكابتن طبعا زيزو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن عادل طعيمه طبعا يعني والكابتن عادل. ولكن انا بقول لك ايه، احنا ما يبقى عندنا قامه في التدريب موجوده عالميه زي مستر مارتن يقول، ليه ما نستفادش بخبراته في جزء قطاع الناشئين؟ بالظبط. وده حصل قبل كده مع تقريبا كروفر، اعتقد مستر كروفر في القطاع، ويعني حلت بشكل كبير وطلعوا لنا مجموعه من اللاعبين بشكل كبير في وقت من الاوقات. ايهاب يعني كابتن طبعا يعني وجهه نظرك بقى الشخصيه، البعض بيتكلم الاهلي حسم خلاص الدوري لسه في الملعب، فارق 9 نقاط، المرحله الجايه شايفه ازاي؟ احنا في اسبوع ال 24 يعني فاضل تقريبا 10 مباريات او 10 تقريبا، في مباريات مؤجله للاهلي وللزمالك. فانت بتتكلم لا 10 نقاط دي او 9 نقاط دي يعني 3 ماتشات او هزيمه، او ماتشين تعادل وماتش هزيمه.